في هذا الفيديو سنحكي عن الخلاف الذي كان يجري بين فارس المنابر للشيخ كشك وفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وسنفسر الأسباب الحقيقية التي تطورت حتى أصبحت تتصدر عناوين الصحف العربية وخلقت جدل واسع بين أهل الدين، وهذا ما حير وسائل الإعلام وكبر العلماء من الأزهر وكذلك وزارة الأوقاف وللشؤون الإسلامية. لكن قبل هذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناة أخوكم المتوحد إسلام. وصلوا على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ كشك لم يكتف بانتقاد أهل السياسة والفن والسلطة، ولكنه هاجم رجال الدين ومنهم الشيخ محمد متولي الشعراوي حين وقف في مجلس الشعب في 20 مارس 1978 يوم أن كان وزيرا للأوقاف، وقال عن الرئيس الراحل أنور السادات بعد أن قام بالقضاء على مراكز القوى فقال: علامة اقتباس، والذي نفسي بيده لو كان لي من الأمر شيء لحكمت لهذا الرجل الذي رفعنا تلك الرفعة وانتشلنا مما كنا فيه إلى قمة ألا يسأل عما يفعل، علامة اقتباس. فقال له الشيخ كشك وهو يصرخ بأعلى صوته: علامة اقتباس، ماذا تقول لربك غدا يا شيخ شعراوي لما وقفت في مجلس الشعب وقلت علامة اقتباس؟ لو كان بيدي شيء من الأمر لرفعت هذا الحاكم إلى قمة لا يسأل عما يفعل. من الذي لا يسأل عما يفعل يا شعراوي؟ والجماهير خلفه يعلو صوتها على صوته يقولون: الله له علامة اقتباس. وقد دعا الشيخ كشك قائلا: علامة اقتباس اللهم أحييني إماما وأمتني إماما واحشرني وأنا ساجد، علامة اقتباس. في صباح 6 ديسمبر عام 1996 استيقظ الشيخ كشك، توضأ ودخل غرفته ليصلي، وأثناء السجدة الثانية أفضى روحه لبارئها ورحل تركنا مئات الخطب المسجلة له والعديد من الكتب اشهرها علامة اقتباس في رحاب التفسير، علامة اقتباس 10 مجلدات لتفسير القرآن الكريم، وعلامة اقتباس حوار بين الحق والباطل، علامة اقتباس واو، علامة اقتباس ورثتنا الفردوس، علامة اقتباس.